تخيل حد يقولك اشتري البيت الريفي ده بفلوسك القليلة، هتنام مرتاح وتصحى مبسوط. بس السؤال، انت هتصدق؟ الريف المصري مليان نسمة هوا تشبع صدرك، بس وراه كمان ضلمة بتتنفس معاك وبتسحب منك حاجات أغلى من الأكسجين نفسه. قبل ما نبدأ خلينا أوضح لك، الحكايات دي مش من دماغي أنا، دي رسايل وصلت لي من ناس عاشوا الرعب ده بإيديهم. فلو عندك فنجان قهوة هاته جنبك، ولو عندك لمبة صغيرة أو نور خافت ولعها، عشان إحنا دلوقتي داخلين على مكان الشمس ما بتدخلش ليه غير من فتحة صغيرة في باب مقفول بإحكام. القصة الأولى، البيت اللي سكتوا فيه العيال. في عيلة من حلوان، الأب شغال فني كهرباء والأم مدرسة عربي، وعندهم 3 عيال. ليلى عندها 12 سنة، مينا 9 سنين، وأصغر واحدة الرضيعة ريم. سنة 2018 قرروا يهربوا من دوشة القاهرة وزحمتها، فاشتروا فيلا صغيرة ب65,000 جنيه في كفر سليم جنب أشمون في المنوفية. البيت كان معمول على شكل حرف يو، حوشه واسع، فيه نخلتين كبار قدام، وصوت ديك بيصيح طول الوقت من غير ما حد يعرف هو فين بالظبط. ادخل عالمنا وسيب لنفسك مكان وسط العيلة. اليوم الأول، مينا أول ما دخل الحوش يلعب لقى قط أسود ضخم قاعد فوق السور. القط ما رماش ولا اتحرك، بصله بموت، وبعدين مينا كمل لعبه كأنه مش شايفه. ليلى وهي بتصلي العشاء فجأة حست نسمة ساقعة بتعدي على قفاها. قلبها وقع، بس حاولت تطمن نفسها وقالت يمكن الجو برد وخلاص. اليوم التاني، ريم نامت على الساعة 2 الفجر، وفجأة البيت اتملى بصوت طقطقة خشب طالع من السقف. الأم قامت بسرعة وفتحت باب الأوضة. اتصدمت لما لقت الباب مفتوح، مع إنها قبلها مقفلاه بالمفتاح الفولاذي بإيدها. قبل ما تلحق تسأل نفسها إزاي، سمعت صرخة مينا من فوق الدور التاني. جريت عليه، لقت عينه حمرة ورجله متلوية بطريقة غريبة. بصلها وقال لها أنا شفت حد ماسكني من قفايا ورماني من فوق. من اليوم ده مينا اتغير، انكمش وما بقاش يقدر ينام لوحده، وبدأ يقعد يتكلم مع حد اسمه حمو. والكارثة إن حمو ده ملوش وجود. الأم حاولت تستقوي، مسكت المصحف وبدأت تقرأ المعوذتين، بس كل آية تطلع من بقها تلاقي الصوت بيرجع لها تاني كأنه صدى جوه فنجان فاضي. اليوم العاشر، الأب رجع من الشغل. أول ما دخل لقى كل اللمبات مكسورة حتى الليد الجديدة. في الضلمة لمحوا ظل طويل ماشي ملزوق في الحيطة. الظل ملوش ملامح، شكله نص بني آدم، كأن حد مسح بقايا من الصورة. الأب بسرعة مسك فلاش الموبايل وضوى عليه. اتفاجئ إنه بيصور الحيطة نفسها، بس الحيطة كانت بتعرق، نقط مية نازلة منها كأنها كائن بيتنفس. المصيبة وقعت لما ريم الصغيرة بدأت تطير في الهواء حرفياً. الأم شافت بنتها معلقة متر عن الأرض زي حد شايلها بإيدين مش باينة. صرخت، جري الأب بالعصاية. فجأة البنت نزلت على السرير كأن اللي ماسكها سابها. الجيران قالوا إحنا عمرنا ما شفنا حاجة، بس واحد بس همس. اللي كان ساكن قبلكم كان شيخ، ساب الطريق واتجه للسحر الأسود. العيلة راحت تبص على البيت اللي جنبه، لقت بابه حديد وعليه آيات محروقة. الريحة طالعة خليط بخور مع بصل محروق وكبريت. من الشباك شافوا أرضية الحوش مرسوم عليها دايرة سودة مكتوب حواليها بخط مش مفهوم صور أطفال متقطعة من ألبومات قديمة، منهم صورة ليلى ومينا ورقم تليفون البيت. الرعب كبر، قرروا يسيبوا كل حاجة ويمشوا قبل المغرب. وهم بيجمعوا شنطهم الباب دق. الأب فتح، ما لقاش حد، ولما لف
لقى مينا ماسك كرتونة ألعابه ماشي ناحية السور كأن حد بيسحبه. الأب جري، لقى إيد سودة خارجة من تحت الباب ماسكة رجل ابنه. صرخ، شده بكل قوته. الباب اتكسر، وفجأة الظل نفسه طلع قدامهم. لكن أول ما شعاع الشمس دخل من قوة في السور، الظل اختفى. العيلة سابت البيت زي ما هو، حتى الجزم ما خدوش. ركبوا التوك توك وعيونهم مليانة رماد. مينا سنة كاملة ما تكلمش، بس كان بيعيط. وليلى اتبعتت مدرسة داخلية، ولسه لحد النهاردة بتشم ريحة البصل المحروق كل ما تعدي قدام شباك حمام المدرسة. والبيت لسه واقف، محدش اشترى ولا قرب منه. الناس بتقول إنهم بيشوفوا الستاير بتتحرك لوحدها من بره الشارع، والنخلتين اللي اتشالوا رجعوا واقفين تاني كأن في ايدين جوه بتضرب فيهم. ولو سألت أي حد في كفر سليم عن بيت الظلال هيقولك سيبه، أهله لسه ساكنين فيه، بس مش في الحقيقة، جواهم. القصة التانية، الثانوية اللي ما خلتش ورقة امتحان تتكلم. رنا طالبة في تالتة ثانوي في مدرسة حكومية في اسكندرية. بيتهم في منشية البكري، عمارة قديمة من دورين. باب الشقة بيفتح على السلم على طول، ورنا متعودة تقول لنفسها أي حد داخل يبقى هو اللي واقف في البلكونة. الحكاية بدأت أيام امتحانات آخر السنة. رنا كانت بتسهر تذاكر لحد الساعة 3 الفجر. في أوضتها سمعت صوت خدش في الخشب، كأن مسمار بيتغرز بمفك. ولعت النور، ما لقيتش حاجة. الموضوع اتكرر 3 ليالي ورا بعض. الليلة الرابعة سمعت صوت جري في السلم، خطوات سريعة، حذاء بيدب. فتحت باب الشقة، مفيش حد. لكن الصدمة الحقيقية كانت في المراية. شافت خمار أسود طالع من الحيطة، وتحته إيد ممدودة ناحيتها. رنا رجعت مرعوبة بتعيط، وفجأة لقت نفسها مرمية على السرير، حواليها سكون مطبق. أمها ما استنتش، جابت شيخ من الجامع، قال في واحدة متوفية عندها عقدة مع القطط، عايزة تنتقم من اللي قتل قطتها. قرأ عليها آية الكرسي 41 مرة. ورنا شهر كامل ما كانتش بتنام غير بعد الفجر. والنتيجة دخلت كلية القاهرة. لكن لحد دلوقتي لو شافت واحدة لابسة خمار بتتصلب مكانها، وكأن رجليها اتمسكت في الأرض. القصة التالتة، الست أمينة والقط الميت. في الجمرك في اسكندرية كانت أمينة ست مطلقة عايشة مع ابنها. الغريب إنها كانت بتكره القطط جدا، مع إن أمها زمان كانت بتمسكهم وتربيهم في البيت. في يوم قط صغير دخل المطبخ. أمينة قفلت عليه الباب وما ادتلوش لا أكل ولا مية، لحد ما القط مات جوه. بعد أسبوع وهي قاعدة بالليل سمعت خربشة على شباك الأوضة، وصوت مياو ضعيف زي صوت قط مخنوق. جابوا شيخ، قال اللي مات هيطلب حقه. ومن هنا بدأ الرعب. أمينة فجأة اتكلمت بصوت مش صوتها. أنا قتلتك عشان كنت بتتهرج على فستاني. الشيخ قعد يقرأ رقية وقال لهم سيبوا البيت 40 يوم وبعدين ارجعوا. لما رجعوا لقوا الكتب الدينية مرمية على الأرض، وعلى الحيطة مكتوب بخط سوداوي أنا لسه معاكم. من يومها البيت بقى لعنة، كل ما يتأجر لحد ما يكملش فيه شهرين، لأن أي حد يدخله بيشوف ظل قط أسود بيجري على الحيطان، حتى لو البيت فاضي وما فيهوش ولا قطة. القصص دي يمكن تبان متفرقة، بيت في المنوفية، طالبة في اسكندرية، ست مطلقة في جمرك. لكن لو ركزت هتلاقي إن في خيط رفيع بيجمعهم: الظل، القط، والصوت اللي بيرجع لك كأنه من عالم تاني. يمكن تكون مجرد مصادفات، ويمكن لأ. يمكن الأرواح اللي اتظلمت لسه بتدور على انتقامها، ويمكن البيوت اللي سابوها أصحابها لسه ساكنة جواها أرواحهم. بس الأكيد إن لحد النهاردة في شهود أحياء ممكن يحلفوا إنهم شافوا الستارة اللي بتترعش من غير هوا، المراية اللي بتعكس حاجة مش موجودة، وصوت مياو في نص الليل. حتى لو مفيش قطة في المكان كله، ولو في يوم لقيت نفسك ماشي في شارع الضلمة وسمعت خطوات وراك، ما تبصش، عشان لو بصيت
يمكن تلاقي حد نصه مختفي أو قطة نصها ميتة ولسه بتتبعك. ما تخافش من اللي قدامك، الخوف الحقيقي جاي من اللي نصه مختفي ولسه وراه. القصص دي حقيقية على قد ما هي مرعبة، وأبطالها لسه عايشين بينا. لو عندك قصة شبههم سيبها في الكومنتات، وممكن تكون حكايتك هي الجزء التاني. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخليك فاكر، جارك الجديد ممكن ما يكونش بشر غير لو شفته واقف تحت شمس الظهر. ده كان جزء من حكايتنا، واللي جاي أحلى. اشترك في القناة وما تخليش القصة تفوتك. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان البركة تحل علينا وعليكم. استودعكم الله، ولنا لقاء آخر في القصة الجاية.